الدولة الجزائرية استوردت 300 ألف خروف ما بين إسبانيا ورومانيا وكذا وكذا. أوكي. استوردتهم شهر قبل عيد الأضحى. أوكي. اللي أكثر من شهر. أوكي. هذا هو اللي استوردتهم من 15 افريل ل 15 ماي، يعني المفروض 15 ماي اليوم اخر باخره اللي اللي ما داش كلاه بوبي، وما كاش مليون، ما كاش مليون كبش، مستحيل. كون كاين 200 نظنوا 67 الف اللي وصلت، يعني ما لحقش 300 الف، مستحيل. السؤال، هذه هي الخرفان اللي جات من 15 افريل ل 15 ماي والعيد يوم 7 جوان، يعني شهر ونص. هذه جايبينها تاكل العلف ولا صايمه؟ سؤال برك. هذه كي تجيبوها للجزائر تاكل ولا ما تاكلش؟ اوكي. اذا كان الخرفان هذه تاكل، من وين تاكل؟ جبتوا لها الماكله معاها؟ لا، لانه البابر شفناهم سلعه برك، خرفان برك، الماكله ما جابوش العلف. معناتها الخرفان رايحين ياكلوا العلف نتاع الخرفان الجزائريه، يعني حق الخرفان الجزائري رايحين ياكلوا الخرفان تاع رومانيا واسبانيا وغيرها. في الحاله هذه عوض انكم تساعدوا الفلاحين زايدين تذبحوا فيهم، يعني مش فقط حرمتوهم من البيع، حرمتوهم حتى من الاكل. الخرفان الجزائريه الان راح يتنحوا لهم حقهم تاع الماكله وتعطوه الخرفان تاع رومانيا واسبانيا باش يعيشوا حتى العيد. هل يوجد غباء وتهور واندفاع اكثر من هذا؟ وهذه الحقيقه. الحقيقه هي هذه، انه الان رانا في ازمه علف كبيره.